فيديوهات العيد ودلع العيد وحلويات ميك اب العيد، وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله كل ايامكم عيد. ما عملتش اي حاجه غير يا دوب رطبت بشرتي وكمان رطبت شفايفي، وعايزه اعمل معاكم النهارده ميك اب بمزاج، رايقه وعايزه اعمل ميك اب حلو وعايزه اطلع شكلي حلو. اول حاجه استخدمت مرطب عادي ورطبت بشرتي. تاني حاجه هستخدمها وارطب بيها تحت عينيا، هستخدم كريم العين ده من عند كابريال، ما بعرفش استغنى عنه حرفيا. نقطه صغننه كده وهبتدي ارطب المنطقه بتاعت تحت العين اللي تشرب الميه والسهر والارهاق وشويه زعل، فمخلين تحت عين الواحد حاجه غريبه. الكريم ده بقى قادر ان هو يخفي انتفاخات ويروق كده تحت العين ويخلي كمان شكل الميك اب سموز وناعم وحاجه ايه ولا يا ولا. طيب ويا رب ما يقطع لنا عاده، وبما اني عارفه ان بناتي دايما بيدوروا على منتج يكون سعره رخيص وجوده عاليه جدا، فجبت لك فاونديشن سعره رخيص تعيدي بيه وجودته عاليه جدا، وكمان بيقارن بحاجات هاي اند ودراج ستور لان هو حرفيا حلو جدا. انا جبته للشغل عندي بصراحه، فجبت منه 3 درجات، دي الدرجه او دي اكتر درجه هتكون مناسبه ليا فهاخدها، والدرجتين دول هم للاستاف عندي يشتغلوا بيهم سواريهات. تعالوا كده ناخد الدرجه بتاعتنا. الفاونديشن اسمه ماكس اند مور، الفاونديشن ده مستورد موجود عند بنوته اسمها مريم، هسيب لكم برده اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس، تقدري تشتغلي بيه سواريهات حلو جدا، وكمان تقدري تستخدميه كاستخدام شخصي حلو جدا جدا جدا. الدرجه اللي انا هستخدمها دي درجه 122. وعشان برضو عارفاكوا على العيد بتدوروا على منتجات على قد الايد، فجبت لكم منتج النهارده على قده، بس مين قده على راي صاحبتي. جبنا من عند شيماء عامر كوليكشن فرش جديد. كل الفرش دي سعرها رخيص جدا يا جماعه، جدا جدا مش بفلوس اصلا، والكواليتي بتاعتها حلوه قوي. فجبت كوليكشن فرش هنشتغل بيه النهارده، ويلا بينا ناخد منهم فرشه كابوكي مثلا. خد فرشه من الطقم ده، هي يا جماعه بتجمعهم اطقم كده، بتجمعهم، هي بتبقى فرش سنجل وهي بتجمع لك الطقم اللي انت عايزاه، وتقدري تخشي تجيبي من عندها كل الفرش اللي انت عايزاها. عندها فرش براندات كتير جدا جدا جدا، وب 45 جنيه وب 50 جنيه، حاجات عبيطه كده في الاسعار. فاخدت من عندها اول فرشه، هاخد الفرشه اللي بتيجي بالشكل ده واوزع بيها الفاونديشن على بشرتي. مفيش حاجه احط عليها الفاونديشن، فهحط الفاونديشن على علبه الكريم، وخدت يا دوب حوالي بامب واحده. طبعا علبه الكريم دي نظيفه، وهعمل عليها بلاند كويس جدا للفاونديشن بالشكل ده لغايه ما الفرشه بتاعتي تتشبع بالفاونديشن بالشكل اللي انتوا شايفينه. وببتدي اوزع الفاونديشن بتاعي بسرعه ومن تحت لفوق بالشكل ده. شكل الفاونديشن على البشره لايت جدا، خفيف، التغطيه بتاعته مش عاليه، شكله جميل جدا 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 على البشره. بحبه جدا في الشغل لان كل ما المنتج كان تغطيته خفيفه كل ما كمان ثباته كان اعلى. مش معنى كده ان المنتج التغطيه العاليه وحشه اطلاقا، احنا بنشتغل تغطيه عاليه على حسب المشكله او على حسب شكل البشره اللي قدامك. ما كانت البشره معاكي ما فيهاش مشاكل تقدري تستخدمي فاونديشن خفيف زي ما انت عايزه. الفاونديشن ده حرفيا احساسه على البشره خفيف جدا. تيجي واحده تقول لي لا يا نونو انا بحب التغطيه العاليه وبحب شكل الفاونديشن تغطيته عاليه، اقول لك حبيبتي الفاونديشن ده تقدري تبنيه وتقدري تحطي منه طبقه كمان فهيديكي تغطيه عاليه، بس انا كنوها لا بكون مرضيه جدا بالتغطيه اللي حضرتك شايفاها دي. مش سهل. انا برضو عشان كده قبل ما اوديهم الاستوديو قلت حبايبي على اليوتيوب لازم يشوفوهم. جبت استوك جديد لشغل الصيف، جبت الكونسيلر الجديده بتاعت معروف يا جماعه. الكونسيلر دي وهميه، كفر ونعومه وثبات، وهتشوفي دلوقتي بعينك. معروف البراند بتاعت معروف، بحب من عندهم البودر جدا، فطلعوا كونسيلر فجبت الكوليكشن كامل. الكونسيلر ده ناعم جدا، تغطيته خطيره، وبصراحه انا جايباه للشغل ومفيش مانع ان انا اوريه لحبايبي هنا لان هو حرفيا يستاهل سعر وجوده وكل حاجه حرفيا فيه حلوه جدا. جبت منه 8 درجات. تعالوا كده اوريكي درجاته سريعا. الفيديو ما يطولش معانا، هحط لكم صوره هنا بالدرجات بتاعته، وتعالي دلوقتي شوفيه معايا على الطبيعه. انا الكل انا بحب جدا استخدم منه درجتين، درجه رقم 3 ودرجه رقم 1. درجه رقم 3 دي على اصفر شويه، ودرجه رقم 1 دي للتنوير خطيره، فالميكس ده معايا بيكون حلو جدا. هاخد الدرجه اللي هي رقم 3 دي وهحطها هنا عشان الفترة دي من قلة النوم والإرهاق والتعب ابتدى يظهر لي شوية تجويف رخمين جدا تحت عينيا.
فانا عايزه اضيع التعب والارهاق ده تماما، فخدت الدرجه المصفره دي. الدرجه الاصفر دي بتكنسل اي حاجه موجوده في بشرتك، اي تعب اي ارهاق، كمان تقدري تكنسلي بيها هالات. مش بس كده، هم كمان في الكونسيلر عاملين درجه رقم 8. انا عاملين الدرجه رقم 8. الدرجه رقم 8 دي خطيره في الكنسله، بس انا للاسف مش هكنسل بيها، هستخدمها كبلاشر. هحط منه نقطتين كده وكمان نقطتين كده. وعايزه اقول لك حاجه، عشان تاخدي منه اعلى تغطيه واعلى ثبات، سيبيه ينشف على بشرتك شويه، ياخد ويدي كده، هيديكي تغطيه حلوه جدا وثبات حلو جدا. وهرجع استخدم رقم 1 اللي قلت لكم عليها، الدرجه الفاتحه، وهحطها في السنتر بتاع العين هنا فقط. انتوا شايفين انا عامله ايه في المنطقه دي، عشان تحت العين او الجزء بتاع السنتر بتاع تحت العين ده يكون منور معايا. وطالما انا عايزه انور، فهنور هنا كمان، وهنور كمان هنا وحوالين الشفايف، حاجه بسيطه جدا بالشكل ده. انا عملت كده بالدرجه رقم 1. نهى، طب انت جايبه كل الدرجات للشغل؟ اقول لك حبيبي، في درجات كلها هتناسب اي درجه عندك. عايز درجه تنوير هتلاقي، درجه كنسله هتلاقي، حرفيا درجاته كلها حلوه جدا. هاخد الدرجه بقى رقم 6 وهبتدي اعمل بيها كونتورنج شويه. هي مش غامقه قوي، فمش هتعمل لي كونتور قد ما هتعمل لي بس برونزاج بسيط للبشره. هاخد كده بالشكل ده وهاخدها على النوز من هنا بالشكل ده كده، مش هعمل اكتر من كده. شكل القمر اللي انتوا شايفينه، هبتدي اعمل بلاند لبشرتي. هاخد فرشه كابوكي بالشكل ده وهبتدي اعمل بلاند لكل حاجه على بشرتي. اول حاجه هعمل لها بلاند كويس جدا وهو الكونتور. هبتدي اعمل له بلاند بالشكل ده، دمجه قمر ناعم جدا 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 جدا. هاخد الكونتور والبلاشر او الدرجه اللي انا عملتها بلاشر، هاخدهم كده الاتنين مع بعض. بصوا يا جماعه البلاند عامل ازاي، دمجه حلو جدا. والناحيه التانيه كمان استخدمت فرشه كابوكي بالشكل ده. فرشه كابوكي بنات يعني فرشه مضغوطه بالشكل ده كده. ومش هعمل له دمج كامل لان انا لسه عايزه احدد لامح الوش معايا، فمش هعمل له دمج كامل. نفس الطقم من عند شيماء، هاخد فرشه كده واعمل بيها بلند للكونسيلر. بصوا يا جماعه الكفرج بتاعت الكونسيلر عامله ازاي، خطير، خطاره بجد، بحاجات غاليه كتير قوي. وكمان الباكج بتاعه شبه قوي الباكج بتاع كاتريس. البنات اللي استخدمت الكونسيلر بتاع كاتريس كاموفلاج على قديمه بقى، نفس الباكج تقريبا بالشكل ده كده. بصوا التغطيه بتاعت الكونسيلر عامله ازاي، تغطيته حلوه جدا. بعد ما بفرده كويس جدا بالبراش وباخد منه التغطيه اللي انا عايزاها، بدخل البيوتي بلندر تسفلت كل حاجه. هخش بالبيوتي بلندر اتاب بس في مكاني. جماعه بصوا السفلته اللي الكونسيلر عاملها تحت العين، حرفيا الكونسيلر ده هيبقى من اعظم الكونسيلرز الفتره الجايه اللي همسك فيهم بايدي واسناني. سعره حلو جدا، كميته حلوه جدا، حلو جدا 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 للشغل، ناعم جدا على العين، بصراحه فيه مميزات كتير جدا. البيوتي بلندر لا غنى عنها، حتى لو عندك فرش الدنيا كلها، البيوتي بلندر دي صديقتك الصدوقه. دي الحاجه الوحيده اللي هتطبطب عليكي في حياتك كلها، هي البيوتي بلندر. فتمسكي البيوتي بلندر بتاعتك وتبتدي تعملي بلند بايد خفيفه جدا بالشكل ده. بشرتنا سموز وبشرتنا صافيه والدنيا تمام والحمد لله. هبتدي اثبت باللوز باودر حبيبه قلب مامي من جوه. اللوز باودر دي بتاعت معروف، هاخد منها شويه صغيرين وابتدي اثبت بيها البشره كلها، وهعمل لهم بلاند كده وهبتدي اثبت. بصوا يا جماعه التغطيه بتاعت اللوز باودر عامله ازاي، تغطيتها قليله الادب. بالراحه جدا بقى، عشان هي التغطيه بتاعتها ما بتهزرش. جماعه عايزه اقول لكم ان انا بحب الاعلان بتاع رمضان قوي، اللي هو يا رب خلي 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 ماما ده، بحبه جدا. مش عارفه لما بيجي بفرح، مع اني عارفه ان ممكن يكون في ناس كتير بتزعل منه، بس هو الاعلان حلو، كلماته حلوه. ربنا يخلي امهاتنا كلهم يا رب ويبارك فيهم ويرحم برضو امهاتنا كلهم برحمته، بس هو الاعلان حلو. بصوا لي كده على فينش البشره بعد التثبيت، خطير. بصوا
فينش البشرة بعد التثبيت، ولا حاجة هتتحرك من مكانها اطلاقا. نفس الطقم هاخد الفرشة دي وهعمل برونزر شوية لبشرتي، هدفي بس البشرة بيه شوية، مش هعمل كونتور حاد، لا انا هدفي بس البشرة حاجة بسيطة جدا بالشكل ده بالشكل ده. بصوا حاجة كده ايه لا تذكر. خدت منه فرشة بالشكل ده فلافي جدا وشعرها كمان حلو جدا. هاخد منها درجة بلاشر كده وهبتدي احط بلاشر. والبلاشر اللي انا استخدمته من البوكس اللي احنا قلنا هنكمل كلام عنه. بصوا تحديدة وتقسيمة الوش دي وتنويرة تحت العين دي بتكون بسبب اللوز باودر بتاعة معروف. شايفين الحلاوة؟ بالشكل ده هبتدي اسيب البشره دلوقتي خالص، هكملها بس بعد شويه لغايه ما اعمل ميك اب العيون، عشان عايزه اعمل ميك اب عيون زي ما قلت لكم كده ايه ولا يا ولا. هاخد الكونسيلر نفس الكونسيلر اللي انا استخدمته، هاخد الدرجه رقم 1 وهبتدي احطها بيز على عينيا. الكونسيلر ده عاجبني بطريقه مش طبيعيه. الكونسيلر ده من عند معروف، معايا منه بنات 7 درجات. هحط لكم برده صوره للدرجات بتاعته هنا. هسيبه شويه يديني كفر اعلى وينشف معايا اسرع، وابتدي افرده على جفن العين. دلوقتي عايزه اعمل لوك حلو ومميز وشيك، مش عارفه اعمل ايه بصراحه، بس هي زي ما تيجي. عايزه اعمل حاجه زيتي. لقيت الباليت دي من البوكس اللي وريته لكم في الفيديو اللي فات. الباليت دي انا لسه ما عملتش منها اي حاجه، والوانها عجباني جدا. شايفين الباليت عامله ازاي وشايفين الالوان عامله ازاي؟ حرفيا الالوان بتاعتها حلوه جدا، وفيها كام درجه على زيتي هنا تحت عجباني قوي. فبفكر اعمل حاجه بالالوان دي، مش عارفه ممكن تطلع كمان عامله ازاي، بس حاجه بتقولي اعملي حاجه يا بنتي انا هنيهو بالالوان دي. فلقيت عندي قلم كحل زيتي، هبتدي اخده وهحطه هنا بالشكل ده. انا يا دوب حطيت الكحل بس، ما حطيتش اي حاجه تانية، هو الكحل اللي انا حطيته، وببتدي اعمل له بلند على جوه. شايفين؟ مش على بره حتى. خدت فرشه وببتدي ادمج اطرافي كلها على جوه بالكحل الاخضر اللي احنا حاطينه ده. بصوا كده انا ما حطيتش اي شادو خالص، كل اللي انا حطاه ده الكحل الاخضر، وببتدي اعمل له بلند بطريقه بروفيشنال شويه عشان ما يبقاش معايا شبه البوكس في عيني، لا يبقى مدموج وشكله ناعم. درجه هستخدمها من الباليت دي، هاخد درجه بني مش غامقه قوي ومش فاتحه قوي، زي مثلا هاخد الدرجه دي بلند للاطراف فقط. سألتكم المرة اللي فاتت ايه اكتر مسلسلات حبيتوها رمضان او تابعتوها في رمضان. بنات قالت لي فهد البطل، وتابعتها فعلا وطلع مسلسل حلو جدا. وبنات قالوا لي ايش معرفتش اتابعه كله بصراحة، لان انا مش حد بيقعد للتلفزيون طول الوقت. فايه اكتر حاجة برضو شداكوا ومكملة معاكوا وان احنا نبص عليها كده؟ البالت نفس الدرجة الزيتي اللي انا حطاها، هاخد الدرجة الزيتي دي وهبتدي احطها على اللون الكريمي اللي انا حاطاه، نفس الفرشه حتى اللي انا كنت عامله بيها بلند الكريمي، وهبتدي اطبطب كده. خليكي حذره جدا ان انتي مخلصه البيز بتاع البشره، مفيش حاجه تقع على البشره تبهدل الدنيا. هاخده كده وهنفض تنفيضتين. عايزه اقول لكم الباليت دي خطيره ومش بتنزل فول اوت كتير. اطراف اكتر باللون البني. الدرجه البني دي حلوه قوي 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 قوي. الدرجه دي بندور عليها في اي باليت. الدرجه البني دي اللي هي ولا بني محروق ولا بني فاتح جدا. الدرجه اللي اعرف اعملها كلون انتقالي تبقى معايا حلوه جدا، واعرف كمان ابلند بيها اي درجات غامقه انا حطاها. بقى عندي درجتين. عندي درجه غريبه كده زيتي على كحلي، شايفينها عامله ازاي؟ ميتاليك كده شويه. وعندي درجه زيتي. بصوا الدرجتين اللي فوق دي عاطيه على ازرق شويه، واللي تحت دي عاطيه على زيتي اكتر.
مش عارفة ليه حبيتها. هجرب دي هنا وهجرب الاخضر دي هنا. بصوا بقى يا جماعة، الاخضر دي فيها شمر اكتر، فيها لمعة اكتر عن الزرقاء. انا ممكن استخدم الاتنين، هقول لكم ازاي. هاخد الزرقاء الاول، لان هي الزرقاء دي ميتاليك شوية اهي، بتدي الكروم بتاعها على اخضر، فهاخدها كده. هاخد وراها الدرجة الزيتي، لان الدرجة الزيتي دي فيها شمر اكتر. بصوا الدرجتين، دي الازرق ودي الزيتي. بصوا انا بعد ما حطيت منها في عيني لسه اللون موجود ازاي. واو. درجة هنا ما تستغربونيش في الدرجة دي، درجة لونها اخضر فاتح. لما بتيجي تحطي حاجة لونها فاتح على الوان غامقة بتديكي ضي، ما بتبقاش فاتحة زي ما موجودة في الباليت خالص. هاخد الدرجة المنت جرين الفاتح دي، هاخدها بفرشة صغيرة من طقم الفرش برضو من عند شيماء. بصوا الفرشة بنسل قد ايه، الطقم ده بنات اسمه بلويس. هاخد الفرشة الصغننة دي وهبتدي اعمل ايه، هبتدي احطه في اول الكورنر وادخله على اللون الغامق. بصوا لي كده هنا، احطه هنا وادخله جوه كده شويه على اللون الغامق. شايفين الكحل اللي انا حطيته من شويه فوق عيني وعملت له بلند، هو نفس قلم الكحل اللي انا هحطه جوه عينيا. حطيت كحل لونه مخضر كده شويه، وعايزه انزل بيه حاجه بسيطه جدا على جفن العين من تحت. فرشه بنسل صغنونه اكتر من الفرشه البنسل اللي استخدمتها، وهاخد الدرجه الزيتي اللي هي دي فاكرينها. كنت بعمل بيها بلند فوق، وهي نفس الدرجه اللي هعمل بيها بلند تحت. دي بصوا شكل الفرشه دي عامل ازاي في الناحيه التانية كده. وهبتدي انضف هنا، انضف كل الاماكن اللي انا عايزه انضفها. باخد شويه لوز باودر وابتدي ادخل هنا، وبعد كده هستخدم البلاينر ده من عند معروف. هستخدم البلاينر ده رقم 10. بصوا يا جماعه البلاينر ده برضو من انواع البلاينر الناعمه جدا، جربت من عندهم كذا حاجه وحلوه جدا. بصوا يا دوب حطيت البلاينر تحسوا ان هو رسم الشفايف روج. شايفين؟ ممكن اكمل بيه كله على فكره يبقى روج، يكون روج درجته كمان حلوه جدا. اللي انا استخدمتها دي يا بنات رقم 10. الشكل ده ما عملش حاجه غير يا دوب ركبت الرموش بتاعتي وحطيت ماسكارا في الرموش اللي تحت. انا اوريكم الاربعه ليبستيك دول، الاربعه ليبستيك دول اللي كانوا موجودين في البوكس ده. ما عرفتش اوريه لكم في الفيديو اللي فات لان الفيديو كان طويل، فقسمت لكم الفيديو على مرتين. المره اللي فاتت وريت لكم ارواش تانية، فاللي نجرب مع بعض الاربعه ليبستيك دول ونشوفهم شكلهم عامل ازاي، واوريكم يا جماعه شكل الباكجينج عامل ازاي. بصوا درجه معايا بيجي بالشكل ده، ودي درجته. البرزنتيشن بتاعه حلو جدا جدا وثباته حلو قوي. ودي تاني درجه، الدرجه دي على نوت. تالت درجه، هو 4 درجات موجودين في البوكس.
اخر درجة. مش عارفة، حاسة ان انا ميالة لها. هو ما ينفعش وما يصحش، بس انا ميالة لها مش عارفة ليه. دول الاربع درجات. ناعم جدا وكريمي جدا وفي نسبة ترطيب عالية قوي قوي قوي، بس انا مش عارفة ميالة قوي للدرجة دي. هي ما تنفعش، هي ما تنفعش، بس انا ميالة لها. تيجي نجرب. عايزه اعترف لكم اعتراف واقول لكم ان انا الدرجه دي عجباني قوي، بجد عجباني قوي، وهو ناعم قوي وكريمي قوي، فهو عاجبني. بس يعني هي صعبه عشان ميك اب العين في حته تانية، حاسه ان هو عايز حاجه اهدى شويه، بس الدرجه عجباني. يعني انا لو انا هحطه في البيت انا هحط الدرجه دي. بصوا يا بنات، الدرجه اللي انا حطيتها دي اسمها بيفت، خطيره. طيب اخر حاجه عايزه اوريها لكم قبل ما اقفل معاكم الفيديو، عايزه اوريكم الهايلايتر الجديد من عند معروف. جبت من عندهم 4 درجات هايلايتر، الاربعه احلى من بعض. تعالي كده اوريكي الهايلايتر معايا، وهو الهايلايتر الخماسي اللي بيجي 5 في 1. بيجيلك بالشكل ده، شكل الهايلايتر من جوه. تعالوا كده نجرب مع بعض ونشوف. الهايلايتر ده اسمه خماسي عشان فيه 5 درجات هايلايتر. هاخد اللون الابيض ده وهحطه تحت الحاجب كنوع من انواع الاناره. شايفين قوة لونه اصلا عاملة ازاي؟ بصوا، انا باخد لمسة بس يا دوب وبنفضها كمان. بصوا، وهدخلها حاجة بسيطة قوي هنا في كورنر العين، مش عايزة تبقى كتير عشان ما تضيعليش اللون اللي احنا حاطينه. كده الهايلايتر الخماسي ممكن تاخدي ال5 درجات بالشكل ده، وده السواتش بتاعه. بصوا، هو مراية، هو حرفيا ناعم قوي، شايفين؟ ومفهوش سنة جليتر. وتاني هايلايتر معايا هايلايتر سنجل، يعني لون واحد برضو من البراند بتاعت معروف، اللي هو يا جماعة بيجي بالشكل ده. الهايلايتر ده رقم 2 وسنجل كده زي ما انتي شايفة. تعالي اوريكي السواتش بتاعه. بصي اللون وجماله، هو بيدي لون جولد كده، شكله حلو جدا جدا. وتالت هايلايتر معايا الهايلايتر الثلاثي اللي هو 3 في 1. بيجي بالشكل ده، في 3 درجات، تقدري تستخدمي كل درجة منهم لوحدها او تقدري تستخدميهم ميكس ال3 مع بعض زي كده. اخر هايلايتر معايا يا بنات، هايلايتر سنجل. بصوا كده، شايفين؟ هم ناعمين قوي، هم ناعمين جدا. يعني هم كمان الاضاءه ظلمهم، هم اقوى من كده بكتير، بس الاضاءه كمان مش مبيناهم قوي للامانه. هم ناعمين جدا. تعالوا كده نحطه ونشوف. هاخد الهايلايتر الثلاثي. بصوا الهايلايتر عامل ازاي، انا لمست ولسه ما كملتش. بصوا، هو ناعم بغباء. خماسي، تقدري تاخدي كل درجة على حدة او تقدري تلمسي لمسة خفيفة كده زي ما انا عملت. بصوا، خطير. ولمعته لا استنوا، عشان هو كده كتير. بصوا، ببواقي الفرشة، شايفين؟ انا معملتش حاجة. احط عليه الدرجة دي بتديني ميتاليك جولد كده حلو قوي، عايزة احطها هنا. بصوا، كلي هايلايتر مسحة خفيفة بقى كده على البشرة كلها.
عشان البشره تبقى معايا جلوي اكتر. وبس كده حبايبي، ده الهايلايتر بتاع معروف، وده الميك اب لوك اللي احنا عملناه مع بعض النهارده، بغض النظر عن طرحتي اللي باظت فداكوا اي حاجه. وكل سنه وكلكم طيبين، وعايزه اسمع رايكم جدا في الميك اب لوك ده، وتقولوا لي عجبكم ولا لا، وايه اكتر حاجه عجبتكم فيه ولا لا، وتعرفوا تعملوه بكل سهوله ولا لا، وكان تطبيقه معانا مع بعض بكل سهوله ولا لا. كل حاجه مع بنات خالتي انا واثقه ان هي بتتعمل بكل سهوله، لانها بتتعمل بكل حب. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والشير وسبسكرايب، وتسيبي لي رايك في الكومنتات، وتسيبي لي بوسه كبيره ودعوه كبيره تحت في الكومنتات. واشوفك على خير فيديو جديد ان شاء الله.